السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هشارك معاك حاجه كده، يعني لسه متعلمها من قريب. فقبل ما ابدا حلقه النهارده او في الفيديو ده، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نوصل لاكتر قدر من الناس. وحلم الالف مشترك يعني عما قريب ان شاء الله، يعني ان شاء الله خير. المهم، اللي انا عايز اعرفه لك النهارده ان احنا بشر، وارد ان احنا نتعب في وقت، ووارد ان طاقتنا تنتهي. وده انت بشر ليك طاقة معينة، مع مرور الوقت بتبدأ تدريجيا بتنزل واحدة واحدة. فالفكرة هنا لما تبطل تعافر او تبطل ان انت تقف، اعرف ان انت بتقف وقت بس تاخد فيه راحة. يعني انا شخصيا هقيس الكلام ده على نفسي. انا لما بتعب من حاجة او بجيب اخري من حاجة خالص، مش قادر ان انا اكمل، فبقف. بس الوقفة اللي أنا بقفها هنا وقفة بعيد فيها، يعني نيتي أجدد فيها النية. بمعنى هقول لك أنا قصدي إيه. الفكرة هنا، أنت بتذاكر ليه؟ بتذاكر علشان تنفع دينك؟ بتذاكر عشان تبر أهلك ولو جزء بسيط جدا من حقهم عليك؟ طب بتذاكر علشان تنفع اسلامك او تسد ثغر من الثغور اللي موجوده في الاسلام، ان انت تنفع بيهم اهلك وتنفع بيها امتك؟ احيانا الواحد هنا لازم يقف مع نفسه. لازم تقف مع نفسك وقفة. انا بذاكر ليه؟ انا بعمل الحاجة دي ليه؟ بعملها علشان انا عايز كده، ولا بعملها علشان مفروض ان هي مفروض عليا ان انا اعملها كده؟ يعني حاول انت دايما لما تبدأ في الحاجة اعرف انت بدأت فيها ليه. ولما تكون انت عايز ترتاح، اعرف انت بترتاح ليه. ما هو كل حاجة ليها سبب. انا شخص عايز اوقف حاجة معينة. طب الحاجة اللي انا وقفتها دي، ايه اللي عايد عليها قدام؟ يعني ايه اللي انا هستفاد منه قدام منها لو انا وقفت؟ طب ايه اللي انا هستفاده دلوقتي؟ ما هو دايما انت بدأت الحاجة بدأتها ليه؟ بدأتها علشان مجد معين، مجد دنيوي، دين دنيوي، ولا عشان ايه؟ ما هي الفكره كده. انت بتبدا الحاجه، انا دايما بقول لنفسي انا كعمر ببدا الحاجه. بدات ان انا اذاكر لغه، بدات ان انا اقرا كتب. طب انا بعمل الحاجات دي ليه؟ يعني ايه اللي انا هستفاده؟ بس اللي انا عارفه قدام ان انا هستفاد منها. هستفاد منها ايه؟ انا ما اعرفش. يعني قراءة الكتب اللي انا اعرفه ان هي بتغذي الدماغ والعقل، وان انت بتبدأ يعني تفك لك معلومات دماغك اللي مقفولة دي. اللغة انت بتبدأ تتحاور مع اشخاص وبتبدأ تتعلم ثقافات جديدة. هي هنا انت، الفكرة هنا انت لما بتوقف عشان تاخد راحة من حاجة معينة. انت خلاص، يعني جسمك وعقلك خلاص مش مستوعبين ان انت تعمل حاجة جديدة، مش مستوعبين اصلا ان انت تدخل لهم معلومة جديدة. فانت هنا بتوقف، بتاخد ريسك كده معين وبتقول والله يا جماعة انا هقف هنا شوية. بقول لدماغي والله يا جماعة انا هقف هنا شوية، يعني اريح دماغي واجدد نيتي. اجدد نيتي انا بقى هبدأ اذاكر ليه؟ ايه اللي انا هستفاده من المذاكرة دي قدام؟ انا هقيس الكلام على نفسي. انا نفسي في يوم من الايام افرح اهلي. افرح اهلي بحاجة معينة. افرح اهلي ان انا والله وصلت للحاجه دي وبتعب، وان انا قاعد اذاكر، وان انا حاطط تارجت في حياتي. ودي كده العشاء هتأذن وانا ايه عشان ايه ننهي الفيديو ده. فالفكرة هنا انا دايما بقول انت لما بتاخد ريسك من حاجة او بتاخد فترة راحة من حاجة، اعرف انت بتاخد فترة الراحة دي ليه. دي اهم حاجة. تعيد فيها نفسك كده، تبدأ تشغل فيها دماغك تاني، تبدأ تريح فيها دماغك. بس اوعى 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 في فترة الراحة دي تريح فيها مدى الحياة. العقل والله هنا بيخدعك. ايه رأيك بقى في الراحة اللي انت اخدتها دي؟ صح حلوة؟ طب فكك بقى من المذاكرة اللي انت بتذاكرها والشغل اللي انت بتشتغل عليه، فكك من الحاجات دي خلاص. ايه رأيك في الراحة؟ حلوة، ما بتتعبش فيها نفسك. اوعى تقع في عقلك اللاواعي ان هو اللي يسيطر عليك. حاول انت اللي تعمل كنترول عليه في الفترة دي. فالفكرة انت بشر، وارد ان انت تتعب. فخد راحة وريح فيها دماغك. اشوفك على خير الفيديو الجاي.